هقول لكم على اسرع طريقه تعملي بيها الفطير باللبن والسكر بقى، ما اقولكوش زي بتاع الفطاطري واحلى كمان. من غير بقى ولا تعب ولا مجهود. نور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين بقى جمال الفطير عامل ازاي، كانك جايباه من بره بالظبط. اول حاجه هنستخدمها طبعا معايا لفه جلاش، ومعايا طبعا سمنه، اي نوع سمنه انت بتحبيها. وببدا بقى اخد الرقات بتاعه الجلاش. في ناس ممكن تعمل رقين رقين، في ناس بتاخد 3 رقات على بعض، انا باخد 3 على بعض. وببدا ادهنه كده بالسمنه. يعني انا اللفه دي كلها خدت مني حوالي من معلقتين ونص كبار سمنه ل3 معالق كبار سمنه. وبتني كده الجنب بتاعه كده بالشكل دوت، واتني برضو الجنب التاني كده وادهنه سمنه بالفرشه على طول كده. والسمنه طبعا ما يفضلش اللي يكون بلدي، اي نوع سمنه تاني غير البلدي. برجع بقى اعمله على شكل ظرف كده بالشكل دوت، وادهن سمنه تاني. والوش بتاعه برضو ادهنه سمنه. مش هتني تاني اكتر من كده عشان يستوي معانا يبقى حلو جدا، فما تتنيش تاني اكتر من كده. هعمل تاني برضو قدامك اهوت عشان تعرفوا ان هو طريقته سهله جدا جدا ومش هتبطلي تعملي الطريقه ديت. اجيب كده حوالي 3 رقات جلاش، ولا هندهن بقى رقرق ولا الكلام ده، هما ال3 هيدهنوا بنفس الطريقه ديت. يعني عايزه اقول لكم لفه الجلاش دي قعدت مرميه عندي في الفريزر بقالها تقريبا كده كام شهر، فقلت بقى اطلع حاجه حلوه كده للولاد هيفرحوا بيها جدا. زي ما انتم شايفين مقطعه كمان ومهربده يعني، بس طلعت حلوه جدا جدا. حطيت 3 رقات فوق بعض، ورحت دهنت سمنه وبتني كده الطرف من الجوانب بتاعته بالشكل دوت، وادهن سمنه. وارجع كمان اتني كده بالشكل ده، بيبقى على شكل ظرف كده بالظبط. وندي على طول بالفرشه مسحه سمنه. والوش بتاع الجلاش برضو نديله مسحه سمنه. مفيش بقى اسهل من الطريقه دي، الطريقه سهله وحلوه جدا جدا. هعمل بقى اللفه طبعا بالشكل دوت زي ما انتوا شفتوا معايا كده. هعمل اللفه كلها كده بالشكل دوت 3 طبقات، واوزع بالسمنه في يعني بالفرشه كده على طول. وهاتني على شكل ظرف زي ما انتوا شفتوا معايا كده لحد ما اخلص الكميه كلها. بس انتوا طبعا ابداوا سووا بقى على طول كده، كل ما بتخلصي معاكي واحده من الجلاش ابداي سويها على طول. هقولك ازاي هنسويها. جريل على النار يكون كبير كده معاكي، او كمان طاسه كبيره، او الاتنين مع بعض عشان تنجزي يعني وتخلصي على طول. وببدا على طول بدهنها كده مسحه سمنه، واحط على طول الجلاش وبياخد معايا لون من جميع النواحي. وعايزه اقول لك بقى نقطه مهمه جدا جدا، لازم الجلاش توطي عليه النار على الهادي عشان الطبقات بتاعه الجلاش معاكي من جوه تستوي، ما تبقاش عجينه معاكي. لازم مهم جدا جدا ان انت يعني توطي عليه النار. بيقعد له حوالي كل ما بتقلبي عليه من الناحيه التانيه هيقعد له حوالي 8 دقايق، وتبص تلاقيه استوى معاكي وخد لون معاكي. فما تعليش عليه النار خالص، هتسوي الكميه كلها بالشكل دوت زي ما وريتك كده. توطي عليه النار وتبداي تقلبي فيه كل دقيقتين، تقلبي الناحيه التانيه تقلبي الناحيه التانيه. بيقعد له حوالي 8 دقايق 9 دقايق بالكتير قوي، تبص تلاقيه خد معاكي اللون، استوى من جوه بقى حلو جدا جدا. انا عملت الكميه كلها بالشكل دوت اهو. وببدا اقطع كده بالمقص معايا يبقى سريع اكتر يعني. وجبت حوالي كوبايه لبن كبيره ومعلقتين كبار سكر، والسكر حسب الرغبه كمان. قلبت كله كويس قوي، ولازم اللبن يكون سخن جدا معايا. بنزل بيه بالشكل ده كده على الفطير بتاعي. بصوا بقى الجمال ما اقولكوش، حلو جدا جدا. لسه في كمان معايا كميه على البوتاجاز بتستوي يعني، فسبت لها شويه لبن. واحط كمان على وشه شويه سكر بودر. حلو جدا جدا. وجربوا بقى الطريقه دي هتعجبكم قوي. يعني دي كلها مش الكميه بتاعت لفه الجلاش، لسه بقيتها كمان بيستوي على النار.
بس انا قلت بقى عشان اقفل معاكم الفيديو، هو بياخد وقت شويه في السوا، فانت ما تستعجليش عليه عشان ما يطلعش معاكي من جوه معجن، يطلع معاكي طبقات كده وبيطلع معاكي حلو جدا جدا. واللبن لازم يكون سخن جدا جدا وفيه السكر بتاعه زي ما بقول لكم كده. امشي طبعا الخطوات دي هيطلع معاكي احلى فطير طبعا. بالسكر واللبن كده بيبقى دايب في البق، وحرفيا كأنك جايباه من بره. ما تعبتيش خالص، ولا عجلنا ولا عملنا اي مجهود خالص. هي لفه الجلاش انا بصراحه لخصت الموضوع كله. شايفين بقى الجمال يا سيدي يا سيدي. بصوا بقى شارب من اللبن وطري جدا جدا. بصوا الطراوه بتاعته عامله ازاي، ومورق من جوه وحلوه قوي قوي يا سيدي يا سيدي. هشوفكم بقى في فيديو جديد، متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.